حشاد تولد في 2 فيفري 1914 بقرية العباسية بقرقنة. متحصل على الشهادة الابتدائية، ترك المدرسة بعد وفاة والده باش يشتغل في إحدى شركات النقل البحري بمدينة سوسة، لكن واصل تكوين زاده المعرفي والثقافي والسياسي بالمطالعة، وزاد تعمق فيه بدخوله غمار العمل النقابي، ونبدأ في تكوين نواة اتحاد العمال التونسيين اللي كان وقتها تابع للاتحاد العام العمال فرنسا، وكان النشاط العمالي السبب في خروجه من الوظيفة عام 1939. والملفت للانتباه أنه رغم المصاعب الاقتصادية خلال الحرب العالمية الثانية ما وقفتوش على التحرك ودخول غمار العمل التطوعي في الهلال الأحمر لرعاية الجرحى. فرحات حشاد هو من القلائل اللي التحقوا بالنضال المبكر في سنة 1936، وين أسهم في المجال النقابي داخل الكونفدرالية للشغل، وأسس في 1946 اتحاد النقابات بتونس بمشاركة شيوخ الزيتونة، وأبرزهم العالم محمد الفاضل بن عاشور اللي تولى الرئاسة الشرفية داخل الاتحاد. والرحلة تواصلت، وفي كل مرة كانت تزيد ترسخ اسم مناضلنا في التاريخ كزعيم وطني ومناضل سياسي ومصلح اجتماعي، وذاع صيته حتى في الخارج على غرار الولايات المتحدة الأمريكية. في 1946 كون حشاد الاتحاد العام لعمال تونس اللي لعب دور كبير في توجيه الحركة وراديكالية المطالب الشعبية، حتى بلغ عدد أعضائها القرابة 120 ألف عضو في 1951. لكن نجاحه بدا يقلق في المستعمر الفرنسي ومصالحه الاستعمارية، وانطلقوا في سياسة التهديدات على طريق المنشورات موقعة من منظمة اليد الحمراء. وفي صبيحة 5 ديسمبر 1952 تمت خطة القضاء عليه عبر سيارة أولى تبعته وأطلقت عليه النار في كتفه، وبعد ثواني التحقت بها سيارة أخرى لإتمام مهمة الاغتيال بنجاح، بعد ما جاء طلق النار في رأسه باش يخلي وراه أرملة في العشرينات وثلاثة أطفال أكبرهم عمره 8 سنوات. وهز خبر اغتيال العالم من الشرق إلى الغرب، وتحولت في الدار البيضاء إلى أعمال عنف راح ضحيتها ما يقارب على 40 شخص. واليوم الشهيد يرقد بسلام في مثواه الأخير بتونس العاصمة في مدفن رسمي، وهو المكان اللي يخلد الرمز عطال الشغيلة الشيء الكثير. وأكيد حد ما ينسى صاحب المقولة الشهيرة: أحبك يا شعب.